انطلاق برنامج ستار ميكر. حتى كان في سلوجان كده، كان بيقولوا دايما ستار ميكر سمعنا صوتك. وكان في مواهب حلوة جدا، وفي ناس صوتها كان حلو قوي، زي كان في ناس ما خدتش حقها، زي كان في مغني كان اسمه سيد مصطفى، كان عامل أغنية اسمها ما تكتبش مواجع. الأغنية كانت حلوة قوي، بس عشان المنتجين زمان كانوا بياخدوا بالشكل كده، فهو شكله ما كانش مساعده قوي، فمحدش أنتج له. بس اللي طلعنا بيه من البرنامج ده، من ستار ميكر ده، هما اتنين: شاهيناز اللي بعديها بسنة عملت ألبوم كان اسمه على إيه، وإساف اللي لسه بيغني لحد دلوقتي. إساف عمل حاجات بعديها وفضل موقف فترة، بعديها عمل ألبوم في تقريبا في سنة 2006 أو 2007، ولحد دلوقتي هو لسه بيغني، هو لحد دلوقتي يعني بيغني ويقطع بعدين يرجع يغني تاني، وعمل فيلم بعدين يقف، وهكذا. بس بداية ظهور الاتنين كانت من برنامج ستار ميكر، لحد دلوقتي لسه إساف موجود يعني. سنة 2002 كانت سنة مهمة جدا في تاريخ المزيكا الحديثة يعني، لأن كانت بداية ظهور تامر وشيرين. كانوا عاملين ألبوم مع بعض كان اسمه فري ميكس تامر وشيرين. حتى الناس وقتها ما كانتش عارفة ايه تامر وشيرين دول، يعني بيعملوا ايه، مين دول، ما كانش حتى لسه حد عارف شكلهم يعني. كان الألبوم ده كان فيه كذا أغنية، منهم أغنية لشيرين لوحدها اللي هي اسمها آيا ليل، ولحد دلوقتي في ناس مسميها شيرين آيا ليل يعني. وكان فيه أغنية لتامر لوحده كانت اللي هي حبيبي وانت بعيد، وبرضه كانت نجحت جدا يعني، بس طبعا آيا ليل نجحت أكتر بكتير. وكان كان في اغاني هما الاتنين ليهم مع بعض، زي اغنيه لو كنت نسيت، زي اغنيه لو خايفه. اغنيه لو خايفه دي انا بحبها قوي بالمناسبه. اغنيه لو خايفه دي كلمات بهاء الدين محمد، والاغنيه كانت من اهم الاغاني اللي اتعملت في الوقت ده طول سنه 2002 دي، يعني في ناس اعتبرتها من اهم الاغاني اللي اتعملت سنه 2002. وشيرين كان ليها اغنيه بحبها قوي اسمها بحبك قوي. الاغنيه دي انا بحبها قوي. الاغنيه دي اصلا فيها جمله كده اللي هو بحبك قوي، ويوم ما اقدر ابعد عنك انا هبعد قوي. من كتر ما العلاقه كانت توكسيك، تقريبا علاقاتها كلها توكسيك في الحقيقه او في الاغاني، معرفش معرفش ليه. وفي اغنيه في نفس الالبوم اسمها نسيني، كانت برضو عماله تقعد تنوح كده. الالبوم ده اصلا كله كان عباره عن نواح يعني، فانا بحب الالبوم ده قوي. سنه 2002 برضو كانت بدايه ظهور هيفاء وهبي، ابتدت تظهر على الساحه. عملت ألبوم كده كان اسمه اهو الزمان باين، تقريبا حاجه شبه كده، بس كانش لسه حد يعرف عنها اي حاجه. هي ابتدت كمغنيه طبعا، بعد كده يعني وسعت نشاطاتها يعني، بقت اكتر من مغنيه. سنة 2002 برضو نزل ألبوم منايا، والكليب الكليب بقى اللي خلى ناس كتير قوي تستغرب جدا. هو الكليب ده اتعمل ازاي؟ كان كليب كده معمول بالعكس، ولحد دلوقتي في ناس بتحاول تعمل زيه، او لحد دلوقتي في ناس بتتكلم عنه. كان مصطفى قمر في الوقت ده عامل الفيديوز بتاعته كلها عموما كانت كرييتيف قوي، ومن اهمها طبعا كان كليب منايا ده. كان الكليب اصلا بيمشي بالعكس كده، فده كان في نفس السنة. سنة 2002 برضو ابتدى حمادة هلال يبقى موجود على الساحة، وعمل أغنية اسمها بخاف، والناس ابتدت تعرفه أكتر. من أهم الحاجات برضو اللي حصلت سنة 2002 إن ابتدى تامر حسني يظهر بقى في حفلات، وابتدى الناس تشوفه، وابتدى الناس تعرف إن في مغني اسمه تامر حسني. الكلام ده كله ظهر سنة 2002، ولسه بقى في 2003 هيبتدي يعمل ألبوم.